السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. كيفكم يا حبيباتي؟ إن شاء الله بخير. حياكم الله. زي ما أنتم شايفين كعك الفلاحي. طبعا هذا الكعك الفلسطيني الفلاحي أنا عملت لكم إياه خام، وأنتم بتحطوا الإضافات اللي بدكم إياها. إحنا هون عملنا جبنا كاستين طحين، زي ما أنتم شايفين نص معلقة صغيرة عصفر، وجوزة الطيب، ودكة كعك. هادول هم الأساسيات للكعك الفلاحي. عملت نص كيلو تمر، وعملت معلقتين ينسون وغليتهم. طبعا أنا هيك بدي أعمله خام، هيك الرئيسيات. أنا يا حبيباتي ما بدي أحط عليه لا كزحة ولا سمسم. إن شاء الله بدي أعملكم إياه بنكهة اليانسون، لأنه إن شاء الله المرة الجاية بدي أعملكم كمان كعك بنكهة المحلب. أنا كعكة ما بحب أحط عليه لا كزحة ولا سمسم. أحيانا بحط أحيانا، بس أنا حاليا بدي أعطيكم بدون كزحة وبدون سمسم. أما بالنسبة للعجوة حطيت عليهم نص معلقة صغيرة ينسون، وبرشة صغيرة من جوزة الطيب، تقريبا نص معلقة صغيرة جوزة الطيب لأنها الكمية كتير صغيرة. بس فركتهم مع بعض مع شوية زيت زيتون، معلقة زيت زيتون حطيت عليه بس. أما من هون الخليط صار عندي طحين، ومعلقة واحدة دكة كعك، نص معلقة صغيرة من العصفر. خلطتهم هيك مع بعض. بالنسبة لعيار الزيت والسمنة، أنا بضلني أضيف زيت وسمنة لما أشوف القوام المطلوب. أنا ما بعير، بحط شوي من هون وشوي من هون، يعني شوي سمنة وشوي زيت زيتون. ما بحط زيت كلي، زيت الكلي بيعمل حزاز يا أخواتي. السمنة ما بتعمل إشي. ما شاء الله الواحد باكل بشهية ولا بصير له إشي ولا معدته بتتأثر. أنا جربته مع زيت، والله اختلفنا شوي، صار معنا حزاز وإشي زي هيك. شايفين هون لازم أضلني أبس فيه، هيك بنضلنا نبس في الطحين. هاي عملية الباس كتير كتير مهمة، بالنهاية بتطلع معانا زي المشاحيف شوي، هيك من جوا هيك مشحف، بكون رقائق رقائق. يعني طولوا انت بتبسي أحسن. شايفين هون حبيباتي كيف القوام نفس الغريبة بالضبط. عملت لها هيك تشكيلة، فضلت ثابتة معي. الخميرة ربع معلقة، ما كترنا. هسا اليانسون طبعا دافي نهائي، مش سخن. اوعى تحطوه سخن بخرب معاكم، يكون دافي يعني ايدكم تتحمله. مش لازم يكون بارد نهائيا، لانه في سمنة، السمنة بتشد. وتقليب، شايفين كيف ما بعجن عجن، تقليب. وزي ما حكيت لكم البس هو اللي بزبطه، يعني كل ما بسيته مدة أطول كل ما بعطيكم نتيجة. شايفين هون كيف يا حبيباتي تعرفوا العجينة خلاص جهزت؟ لما تيجوا تشكلوها ما بتتشقق زي هيك. لما عملتها آخر إشي ما تشققت معانا، بس خلاص هيك أمورنا تمام. زي ما حكيت لكم العجين تقليب تقليب، بنرد العجين على بعضه البعض، ما بنعجنه هيك عجين، لا تقليب. وهون عم بحكي لكم كيف أنا بسويه. أنا يعني أعطيتكم الطريقة المبسطة. أنا مباشرة بطول عجوة وبفردها هيك أسهل لي. شايفين يعني بخلال تقريبا نص ساعة صرت مخلصهم.
احنا طبعا نعمل كمية كبيرة، بس عشان يعني زي ما تحكوا إذا بدي أعمل كمية كبيرة بدي هالشغلة، بدي أشمر عن إيدي، فأنا عملت لكم كاستين عشان يعني أقدر أتحكم في الموضوع، ولا هدول هيك بالنسبة إلنا عينة يعني. شايفين مباشرة بطول عجوة وبفرد، أسهل وأوفر للوقت وللجهد، ونفس النتيجة. أنا ما بكتر عجوة. بالنسبة للسكر نهائي سكر ما في نهائيا. إذا بتشوف الحبة كتير خميلة نشيله منها، أنا كتير شلت منه، يعني كل حبة كنت أشيل منها شوي عشان تطلع وسط، لا خميلة ولا رفيعة، وسط. هدول ما شاء الله بس كاستين، كاستين طحين مع نص باكيت، نص كيلو تمر، تقريبا كيلو وشوي طلعوا، مع السمنة والزيت. مع السمنة والزيت واليانسون أكتر من كيلو عملوا. وطبعا التحمير زي ما انتوا عارفين على درجة 180، ونحطها تحت بس دوبك يصير أشكر خفيف، بعدين بنحمر على الوجه. شو الميزة بين الكعك الطحين والسميد؟ الطحين الفلاحي بكون من جوا زي المشاحيف. هسه راح أفتح لكم حبة وراح تشوفوا كيف سبحان الله بكون مشاحيف مشاحيف هش، مش طري، مش زي سميد اعملي هيك في ايديكي بتفتفت، لا هاد ما بتفتفت، هاد بنكسر كسر بس هش طري كتير، يعني انت بتاكلي هش إله كرشة طيبة كتير. هيك بسم الله ما شاء الله النتيجة كانت. في ناس بيعملوا الكعكة عن حبتين من هاد بتبقى كتير كبيرة. هو الأصل الحبة كبيرة كبيرة، بس أنا عملته بهذا الحجم شوي هيك ألطف. وهيك يا حبيباتي خلصنا الكعكات تاعونا، الكعك الفلاحي. 100 صحة وألف عافية للي بدهم ياكلوا، وكان كتير سهل وممتع و... وطريقة مبسطة وسهلة. انتوا اتبعوا الخطوات وما عليكم، ان شاء الله بزبطوا زيادة معكم. ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نشوفكم على خير. وشكرا للمتابعات، وشكرا للمشتركين، وشكرا للتعليقات الأكثر من رائعة. وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الخير في ديارنا وفي دياركم. في أمان الله.